بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل بسبوسة، ودي أكلة مفيش حد في الدنيا دي كلها مش بيحبها. البسبوسة طبعا البسبوسة ما كانتش تبقى رفيعة، تبقى هريسة. يعني لازم البسبوسة تكون رفيعة وتكون مرملة وتكون كده حاجة ليها مذاق خاص. البسبوسة دي مش زي كيكة ولا مش لازم تبقى تخينة، لازم تبقى مرملة، لازم تبقى عاطية رفع معين. تكون كده حاجة كده لذيذة. أنا عملت النهاردة البسبوسة في منتهى الجمال، تشوفيها بس نفسك تتفتح. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت اشتراك ولايك وتشجعوني علشان خاطر اقدر ان انا اعمل فيديوهات كتير، لان بصراحة ما فيش تفاعل خالص على القناة. آه، الصينية بتاعت البسبوسة دي علشان تعمليها لازم تجيبي الدقيق، تمسكيه كده يكون ناعم جدا وما يسيبش في ايديكي اثار للدقيق للون الابيض. هنجيب كوباية إلا ربع لبن، كوباية إلا ربع سكر، كوباية إلا ربع زبدة أو سمنة فلاحي، معلقتين جوز الهند، وهنكون محضرين كمان عسل الكلوكوز. أول حاجة هنحطها كوباية إلا ربع لبن، كوباية إلا ربع زبدة، هنحط كمان كوباية إلا ربع سكر، هنكون جايبين برطمان الجلوكوز ده، برطمان عسل الجلوكوز ده موجود في عند مستلزمات الحلواني او عند السوبر ماركت. ده هو رخيص مش غالي، بس هو ممكن يكون ارتفع سعره شوية. هنحط منه معلقتين، وده اساسي بقى عندك في البسبوسه. ان ما كانش موجود يبقى عسل، يبقى تكوني عامله يا اما عندك معلقتين عسل نحل، يا اما يكون عندك شربات تقيل جدا من الاول شايلاه وتحطي منه معلقتين. حاجه من التلاته، يا جلوكوز يا عسل جلوكوز معلقتين، يا عسل نحل معلقتين، يا اما شربات تقيل عندك يكون قديم. كل الشيله بيله دي وهنحطها تسخن سخونيه، يعني يا دوبك تتحمل ايديكي تتحملها على النار. وبعد كده هنيجي نعمل الشربات، كوباية ونص سكر عشان الشربات، وهنحط كمان قدهم كوباية ونص مية، وطبعا عصرة ليمونة بسيطة. ولما يغلي هتحطي نص معلقة سمنة أو زبدة، سمنة فلاحي أو زبدة صفرة، وهتحطي كمان نص معلقة فانيليا. ضروري ضروري الحاجات دي ما تتنساش، ويكون الشربات خفيف. ده دقيق السيمولينا او دقيق السميد، ويكون ناعم، وتمسكيه بايديكي كده علشان تختبريه ما يسيبش اثار دقيق ابيض في ايدك. حطيت عليه ذرة ملح، حطيت عليه معلقتين جوز الهند مبشور، حطيت عليه فانيليا، بحط كمان يعني ربع معلقة بيكنج باودر، مش عايزاها مش مشكلة خالص. هي دي كده المقادير بتاعتي الجافة، وهكتبها لك برضو في صندوق الوصف علشان خاطر محدش يتلخبط. جبنا بقى المقادير السائلة بتاعتنا، كانت سخنت على النار، ما تكونش سخنة قوي، تكون سخنة يعني سخنة ايديكي تستحملها. وهنبدأ ان احنا نحطها، وفي المرحلة دي احنا هنقلب لغاية اما الدقيق يشرب كل المقادير السائلة، ومش هنزود في التقليب كده. احنا ده خلاص كل المقادير السائلة اتغلغلت في المقادير الجافة بتاعتنا. وهنجهز معانا الصينية. انا حطيت في صينية 28 في 28، ممكن لو عايزاها تبقى اتخن من كده تحطيها في اصغر شوية، دي مثلا تجيبي صينية المساحة بتاعتها 26، بس مش اقل من كده عشان ما تطلعش تخينة، لان حلاوة البسبوسة انها تكون رفيعة وتكون مرملة. وما تنسيش ان دقيق السمولينا او دقيق السميد تختبريه قبل ما تشتريه يكون ناعم، وما يسيبش في ايديكي اثار دقيق ابيض.
هنا انا فردتها. وعايزه اقول ملحوظه ان حته الزبده اللي انا مسحت بيها الصينيه هي دي انجح حاجه، انجح من الدقيق. وانا انك تحطي في قعر الصينيه دقيق او طحينه، لا هي دي انجح حاجه، ما بتخليش البسبوسه تلزق ابدا. انا كده فردتها. هبدأ ان انا كمان اقسمها وهي قبل ما تدخل الفرن. واذا كنت عايزة ازوقها اديها اي منظر جمالي، عندك لوز او عندك زبيب اي حاجة، او عندك اي نوع من انواع المكسرات تقدري ان انت تجمليها بيها. تقطعيها بالطريقة اللي تعجبك، سواء مربعات او سمبوسك او مثلثات، اي تقطيع انت تحبيه. وبعد كده هنبدأ نزوقها. انا حطيت لها زبيب، ما كانش عندي لوز حطيت لها زبيب. بعد ما تطلع من الفرن، طبعا احنا في الاوقات دي بنكون مسخنين الفرن كويس جدا، نص ساعة قبل ما نحطها او ربع ساعة لو فرنك حامي على درجة 180. المهم يكون الفرن بتاعك سخن علشان خاطر هي مش هتاخد وقت، يعني ربع ساعة بالظبط وهتطلعيها. انا كده زوقتها خالص باي حاجة انت عندك، وهدخلها الفرن السخن بتاعي. وكده طلعتها، احمرت وبقت في منتهى الجمال. يكون عندي الشربات سخن والبسبوسة سخنة، ما تنسيش الكلام ده. الشربات سخن ومش تقيل قوي، متوسط، والبسبوسة كمان سخنة. نحط الاتنين، وما تقلقيش خالص لما يكونوا الاتنين سخنين، هو حلو جدا كده البسبوسة. وطبعا البسبوسة اميل الصينية يمين وشمال علشان خاطر الشربات يدخل في كل اجزاء البسبوسة. عايزة تغطيها ممكن جدا تغطيها شوية وهي سخنة كده. اديني انا بدأت ان انا اقطعها. طبعا يعني هي ما تشوفي قدامك صينية بسبوسة لازم تبدأي تاكليها على طول. حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة مرملة وجميلة وخفيفة، وكل المقادير بتاعتها سهلة وبسيطة، ما بتاخدش مننا وقت خالص خالص خالص. بصي مرملة عاملة ازاي، مرملة محمرة كويس جدا، مرملة ما لزقتش في الصينية، حاجة كده في منتهى الجمال، احسن كمان من اللي بنجيبها من عند الحلواني. اعمليها لولادك على طول، اوعي ما تعمليهاش واعمليها كتير. هي حاجة جميلة جدا وحاجة تدفي كمان في الشتاء. وبالهنا والشفا. واوعي تنسوني لو عجبكم الفيديو لايك يا ريت، واشتراك في القناة وشير علشان تشجعوني وتدعموني.